اللهم بارك لأمتي في بكورها. أخرجه أحمد بن داود. أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو ينادي الصلاة خير من النوم. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا الصلاة خير من النوم واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أخرجه الترمذي وابن داود. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تقبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم والله ما يغبطون عليه، بل بفضله وبرحمته فاغتبطوا وإياه على إعانتكم فاشكروا وإليه فتوجهوا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. أخرجه البخاري ومسلم. يا أهل الفجر، ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط وطيب النفس وأنواع الهدايا ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. والبردان هي صلاة الفجر والعصر. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والمراد بهذا صلاة الفجر وصلاة العصر. فيا أهل الفجر، أنتم محظوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، ويضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل، فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، ولا أصبح خبيث النفس كسلانا. متفق عليه. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا، كفاكم شرفا يا أهل الفجر شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. يا الله، اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلالك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا أهل الفجر، يا أهل الفجر، هنيئا لكم شهادة ملائكة الرحمن، فهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أخيتي، أخي، أعلمتم مدى شرف
ورفعة هذه الفريضة، وقد خصها الله بقرآن الفجر. فيا أهل الفجر خاصة، ويا من تحافظون على صلاة الجماعة عامة، أبشروا أبشروا وربي، فوضوءكم درجات، وممشاكم إلى المسجد حسنات، وجلوسكم في المساجد رحمات من ربكم وصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. أخرجه البخاري ومسلم. أذهلت أفهمت؟ نزلا كلما غدا أو راح. أين؟ في الدنيا؟ لا والله، إنها في الجنان، إنها في الجنان يا عبد الله، وإنها في الجنان يا أمة الله، كلما غدا أو راح. فالله الله 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 على هذا الوقت، والله الله حيث يبين الصادق من المنافق، حيث يبين المخلص من المرائي، حيث يبين النشيط من العجزان، حيث يبين ما تخفي تلك الصدور. في هذا الوقت أيها الأحبة، أيها الفضلاء والفاضلات، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال أحدهم في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه وما لم يحدث فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أخرجه مسلم. فسلام والله، فسلام على المحافظين على صلاة الفجر خاصة، وعلى الصلوات عامة، حين تركوا السهر وودعوا السمر وفازوا بعظيم الأجر. ترى الواحد من هؤلاء يستعد لها من الليل بالساعة المنبهة وبالوضوء والأوراد المتنوعة، وإذا خشي فوات القيام لها واستطاع أحدا يوقظه. وقبل هذا كله إحساسك يا عبد الله بالإيمان الذي يعمر قلبك، فتحيل وتعرض له أمر فتأخر عن النوم. مرة وجدته عند الصلاة يهب من نومه فزعا إليها. ما الذي يجعلك تهب فزعا؟ إنه الصدق والإخلاص إلى الله جل وعلا، إنه يقظة القلب وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى على هذه الفريضة الغالية، مبادرا بأدائها. فلله در هؤلاء القوم حين صلوا صلاة الفجر لميقاتها، فحفظوا وقتها وحافظوا عليها وداوموا عليها، وفازوا بأحب عمل إلى الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. الحديث. أولئك هم الرجال، نعم، أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: واسمعي بارك الله فيكم قول الرب تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب.
أسأل الله عز وجل لي ولكم الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. أما من ضيعوا الصلاة وتهاونوا بها وأخروها عن وقتها فيا ليت شعري لو يعلمون ماذا تحملوا من الوزر العظيم وماذا فاتهم من الأجر الجسيم. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين سهوا بالأموال، الذين سهوا بالزوجات، الذين سهوا بالأبناء، الذين تعلقت قلوبهم بأمور من أمور الدنيا وسهوا عن هذه الصلاة العظيمة وعن هذه الشعيرة الغالية، بل هي أس وأساس الإسلام، بل فرضت جميع أوامر هذا الدين في الأرض نزلت بالوحي إلا الصلاة من عظم شأنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت له في السماء السابعة حيث عرش الرحمن جل وعلا، ففرضها الله عليه في سابع سماء. فيا عبد الله، هذه الصلاة وهذه هي صلتك بالله، فالصلاة تعني صلتك بالله، فأنت حينما تصلي تكون متصل بالله، فأحسن هذا الاتصال يا عبد الله، واحسن هذا الوقوف، تكون من الفائزين بالدنيا والآخرة. أحبتي في الله، تأملوا معي قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، ولا يظلمون شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أفهمت معي أخي الغالي؟ لقد خاب وخسر إن فسدت تلك الصلاة، فاعمرها بذكر الله واعمرها بالإخلاص والصدق مع الله، تكن من الفائزين وتكن من الناجين وتكن من الفالحين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما تأملت قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، هو ذكر الله وطاعة الله والمحافظة على الصلوات وعلى الأعمال الخيرة وعلى الأعمال النيرة، وفي الآخرة عند الممات يا عبد الله يثبتك الله بالقول الثابت حين السؤال، وحين سؤال منكر ونكير في قبرك، حينما تسأل تلك الأسئلة الثلاث، هناك يأتي قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيا أيها المضيع بصلاة الجماعة، ولا سيما وخاصة صلاة الفجر، أفما لك همة ترتفع بها لتكون مع من سبق الثناء عليهم والإشادة بهم؟ لماذا تجعل الشيطان عليك سبيلا؟ ولماذا ترضى أن يبول في أذنك الشيطان؟ فقد ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نام ليلة حتى أصبح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. أخرجه البخاري ومسلم. أيها الأخ الفاضل وأيتها الأخت الفاضلة، تذكروا وأنتم تتنعمون بلذيذ المنام وعلى الفرش الوافرة وعلى البطاطين الناعمة، تذكروا ما يعقب ذلك من حسرة وألم، ويكفيكم قوله صلى الله عليه وسلم: أصبح خبيث النفس كسلانا، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا: وأما الرجل، يا الله سألتكم بالله أن تسمعوا هذا الحديث بقلوبكم لا بآذانكم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا: وأما الرجل الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة. أخرجه البخاري. فحين تتلذذ بالنوم عن الصلاة جوزي بأن يرضى رأسه بالحجارة
والجزاء من جنس العمل. ألا فالحق أخي الفاضل بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار وتحصل لك السعادة والنور وتمحى من صحيفة النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولا يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أخرجه البخاري ومسلم. يا أخي الفاضل، يا أخي الغالي، أخي المستمع، حاسب نفسك واصدق مع ربك واستفتح يومك بتوبة نصوحة صادقة له جل وعلا تمحو ما سلف منك، وتذكر نعم الله عليك، أنه أسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة. واسأل الله دائما أن يعينك على فعل الخيرات وترك المنكرات، واحذر السهر فهو سبب رئيس لفوات فريضة الفجر، وابذل مع هذا من الأسباب ما يكون لك عونا بإذن الله بأن تنام على طهارة وقد قرأت أذكار النوم وجعلت الساعة المنبهة عندك. فإن خفت مع هذا أن لا تقوم فوصي بعض أهلك أو جيرانك بالاتصال عليك وإيقاظك، وإذا استيقظ فاذكر الله مباشرة وانهض من فراشك بسرعة وقل: لا إله إلا الله، الحمد لله الذي يحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ولا تتملل فيه أو يوحى إليك الشيطان بأن تستريح قليلا، فهذا مدخل من مداخل الشيطان اللعين. وابتعد عن المعاصي والذنوب يا عبد الله، ولا سيما النظر المحرم، فإن المعصية سبب لحرمان الطاعة. وكن ذا عزيمة قوية، وتذكر ثواب المسارعين إلى المساجد الذين تعلقت قلوبهم بها، واكثروا عباد الله من التردد عليها، وهم من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم السعداء، وهم الذين فازوا والموفقون في الدنيا وأهل الجنة في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. ومنهم من خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. أخرجه ابن داود وابن حبان. صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا ممن يقرأ القول فيتبع أحسنه. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام استخدمنا لطاعتك واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وحيثما حلمنا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر يا رب العالمين. اللهم أعنا على الصلاة، اللهم أعنا على الصلاة، اللهم أعنا على الصلاة. اللهم اجعلها أحب شيء في قلوبنا. اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا. اللهم اجعل الصلاة في أوقاتها وأماكنها أحب الأعمال إلينا يا رب العالمين. اللهم استخدمنا لطاعتك، اللهم استخدمنا لطاعتك، اللهم استخدمنا لطاعتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال كلها، جنبنا الرياء والشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. أحبتي في الله، أطلت وأثقلت وسامحوني، فيعلم الله أني ناصح أمين لنفسي المقصرة التي بين جنبي، وناصح أمين لكم أيها الأحبة أيها الفضلاء والفاضلات. فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أحبتي في الله، إن أتممت فمن الله وحده، فله الحمد وله الشكر، وإن نقصت أو قصرت أو أخطأت فمن نفسي والشيطان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.